جميل. فده يعني very interesting perspective، وعلى فكرة ده بيستخدم كتير في 3D vision. يعني الناس اللي هي حابة تخش في المجال ده، يعني الناس اللي عامة هتخش في المجال ده هي محتاجة لين الجبر اكتر بكتير من اللي انا هشرحها في الاثنين فيديوز او 3 فيديوز دول يعني. بس ال 3D vision actually يعني جزء كبير قوي منه مبني على concept ال linear transformations دي. ليه؟ عشان انت لما تكون بتاخد صورة عايز تاخد حاجة 3D، فانت عندك some sort of depth. يعني كانك تخيل بتاخد صورة جواها z dimension somehow. يعني طبعا كاميرا الموبايل هي بتسجل اكس واي، بس تخيل انت عندك z dimension كمان. فانت عشان يعني او عامة هي انت او يعني انت يا اما هتاخد صورة فيها z dimension عن طريق مثلا السنسورز، زي في سنسور زي مثلا اللايدر سنسور وحاجات تانية كده. طبعا الحاجات دي غالية جدا يعني، بس هي دي اللي بيستخدموها في الحاجات اللي زي كده. وطبعا في عالم ال 3D vision احنا بنسمي لو هي صورة فعلا 3D كوت اون كوت 3D يعني، بنسمي ان هي بوينت كلاود تكنيكلي. بس انا هتغاضى عن التفاصيل دي، اديكوا بس كده زي جنرال اوفر فيو عشان برضه تبقى حاجة ظريفة يعني. فتخيل دلوقتي، تعال نفكر في الكونسبت بتاعي. تخيل انا خدت صورة 2 dimensional عادي اكس وواي بالموبايل بتاعي، وعايز بقى somehow a project. يعني مثلا خدت صورة مثلا بصوا على الكاميرا بتاعتي دلوقتي دي مثلا يعني، انا موجود وفي مثلا حاجة ورايا، وفي مثلا المايك اهو، لو انتوا شايف I think انتوا شايفينه صح؟ اه المايك اهو يعني، والطاقية بتاعتي موجودة، وفي حاجة ورا في الباك جراوند، وفي حيطة مش عارف ايه. ازاي بقى تاخد الصورة دي وتبدأ تقول يعني انا بعدي من الكاميرا مثلا 5، والطاقية مثلا قرا شوية على راسي فبعدها 5.2، والمايك مثلا اقرب شوية فهو 4.1. يعني بتبروجكت بقى ال 2D image دي على 3D plane. فانت عشان تعمل كده برضه هي some sort of transformation. transformation دي بتعمل ازاي ككويك سنيك بيك اللي جاي يعني. بس دي حاجة انا جست هدي فيها ايديا سريعة يعني. يعني انت ممكن عن طريق او عامة هي الفيكتورز دي، وفيما بعد يعني الماتريسيز خصوصا يعني، هي بتعبر عن some sort of يعني transformation للبلين. بمعنى ايه؟ يعني دلوقتي احنا عندنا الكي والدبليو دول مثلا، كي ودبليو دول بيسز مختلفين. ايه اللي يحصل لو انا قلت لك انا هعمل لك ماتريكس؟ مش هقول لك ازاي عشان مش هنتكلم فيها دلوقتي، بس انا هعمل لك ماتريكس. لو ضربت فيكتور مثلا 3 1 ده في الماتريكس دي، هيطلع لك او سوري 3 1. لو ضربت الفيكتور في الماتريكس دي هيطلع لك يعني لو ضربت لك 3 1 في البيسس بلين ده في الماتريكس دي، هيطلع لك نفس الفيكتور بس في البيسس العادي بتاعنا بتاع الاي والجي. متخيلين الفكرة؟ تخيل انت هتكوندنس الفول اوبريشن بتاعت انت تحول من بيسس لبيسس في ماتريكس واحدة. ودي حاجة قوية جدا. ليه؟ عشان other example مثلا في 3D vision، لو انت عندك مثلا روبوت بيتحرك او multiple sensors يبصوا على نفس الحاجة. تخيل مثلا أوضة، انا غالبا تشوقت شوية ان انا هرسم حاجة جامدة، بس انا افتكرت رسمي مش بطيخ شوية. بس خيال دي أوضة يعني جميل. عندك مثلا سنسور هنا بيبص بالاتجاه ده، فده مثلا الرينج بتاعه. وسنسور تاني مثلا هنا بيبص ناحيتنا، يعني متخيلين ان هو مثلا في الكورنر باص ناحيتنا. ده هيشوف حاجة وده هيشوف حاجة، بس في حاجات كومن. متخيلين الفكرة؟ طب انا عايز مثلا ابروجكت الايمج بتاع ده اللي هو واحد مثلا، عايز ابروجكت التو ايمجز على بلين واحدة. طب متخيلين؟ عايز اكنك بتجمع الصور وتطلع منها يعني فول ايمج للاريا كلها. دي برضه تستخدم فيها لين الجبرا. فلين الجبرا اكشلي هي extremely important ومفيدة جدا. ويعني طبعا لما تخش فيلدز معانا زي 3 دي فيجن وكده هتبقى زيادة في الأهمية أكتر وأكتر. أنا حتى بالصدفة اكشلي كنت لسه شايف بوست على لينكدين النهاردة، كان بيقول يعني ناس يعني تقيلة في الإيميل وكده، فبيقول إيه أكتر سكيل يعني أنت فعلا استفدت منها لما دخلت في المجال وتعلمت وكده. في حد قال لي الجبرا. يعني تخيل اللي هو شخص مثلا بقاله يعني، وده اظن كان لايك بروجكت مانجر ولا حاجه كده في الام ال. يعني ده راجل بيدير ناس شغالين في الام ال ده من كتر ما هو يعني كواليفايد وكده يعني. ومع ذلك من كل الحاجات اللي هو اتعلمها اختار لنا الجبرا. فهي صدفه بحت عامه، انا ما بخترعش القصه، انا ما بألفش قصص هنا لو سمحت يعني. ده كده بتشك فيا انا.
وبدأت أعلي صوتي صراحة، بس ماشي يعني. طيب خلينا نرجع طب للي احنا كنا بنتكلم فيه.